السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اختتام مهرجان الإريتريين في إسكندنافيا. شرطة جندع تلتقي السائقين للحد من الحوادث المرورية. أعمال مرضية بحملة الطلاب التنموية. البحرية الروسية تبدأ تدريبات كبرى. ألمانيا تستدعي السفير الصيني لأول مرة منذ 35 عاما. أوكرانيا تتسلم أولى طائرات F-16 المقاتلة لتعزيز دفاعاتها. إلى العناوين. انعقد من 25 وحتى 28 من يوليو المنصرم المهرجان السنوي السادس والعشرين للإريتريين في الدول الإسكندنافية، بما يعكس تماسك صفوف الجالية الإريترية والقيم الوطنية، وذلك تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. شارك في الاجتماع في التجمع الوطني الآلاف من المواطنين الإريتريين والأصدقاء من السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أجواء فوز بنيام غرماي في طواف فرنسا للدراجات وذكرى 50 لمهرجان بولونيا، حيث أشارت اللجنة الوطنية للاحتفالات في إسكندنافيا إلى أن المهرجان نظم بمشاركة أعلام من السنوات السابقة. تخلل المهرجان برامج للكبار والشباب والأطفال، وعكس الوحدة وجمال الثقافة الشعب الإريتري في منطقة التنوع. وقدم رئيس الشؤون العامة والمجتمعية السيد محمد علي محمد سعيد في السيمينار الذي عقده توضيحا عن الوضع الراهن والبرامج المستقبلية والخطط الحكومية قصيرة وبعيدة الأجل، وقال أن المرحلة تتطلب تقوية المواطنين للتنظيم وتعزيز المساهمة في الوقت الذي أمن فيه الشعب وحكومة إريتريا السلام والتصدي لجميع العدائيات والاتجاه بهمة عالية نحو برامج البناء. كما قدم مسؤول الشؤون القنصلية سيد يمان قبركيدان توضيحا عن الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها لكفاءة الخدمات، وقدم المثقفون الإريتريون محاضرات مهنية. تميز المهرجان الذي استمر 4 أيام بعروض فنية قدمتها فرقة ريم التي ذهبت من إريتريا، وفرقة لناكري المقامة من الفنانين الإريتريين المقيمين في أوروبا، وفرقة جوجهر الفنية القادمة من مدينة ساندفيكيان. عقد شرطة جندع اجتماعا للسائقين حول جهود الحد من الحوادث المرورية. ودعا مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة مديرية جندع السيد القلاتي في السهاسين في الشرح الذي قدمه السائقين على الالتزام بقوانين المرور، لأن الحوادث تسبب أضرارا جسيمة للأشخاص والممتلكات لأسباب يمكن الوقاية منها. وقال أن السرعة الفائقة وعدم الالتزام بالمسار والقيادة تحت تأثير الكحول وعدم التعرف على حالة الطريق من الأسباب الرئيسية للحوادث، مضيفا أن 100 حادث وقع خلال الأشهر الستة الماضية وأدى إلى إصابة 42 شخصا بجروح وتدمير ممتلكات تقدر بحوالي 1.9 مليون نقفة. وذكر محقق الحوادث المرورية السيد روبيل عقبة سلاس أن الإجراءات التصحيحية تتخذ لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، وأضاف أن تحميل البضائع غير القانونية والانخراط في خدمات غير مصرح بها وفرض أسعار عالية على الزبائن من بينها وجه القصور الشائعة، وحث أصحاب المركبات على اتباع السلوك السليم. يقوم الطلاب المشاركين في الحملة التنموية الصيفية في الإقليم الجنوبي بأعمال فاعلة. وأوضح منسق الحملة في الإقليم الأستاذ فانوس قادام بأن 5640 طالبا يقومون بأنشطة مرضية في البرنامج الموضوع لبناء المدرجات الحوضية والحواجز المائية وإعداد الحفر وتشجيرها وبناء وصيانة الطرق لمدة شهر في 11 مديرية تحت إشراف المعلمين وخبراء الزراعة والكادر الصحي، بالإضافة إلى عمل 40 طالبا في ضمان السلامة المرورية.
وذكر الطلاب العاملون في مديرية مندفر أن العمل له مميزات كبيرة على المستوى الشخصي إلى جانب أهدافه الوطنية. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه سيد مكنن في السهية إن الحملة جزء من مهام تخصيب واخضرار الأراضي. أعلن مسؤول عيادة هبر السعادة مساعد التمريض حامد عثمان أن تزويد العيادة باللوازم القدرات البشرية ساهم في تقديم خدمات جيدة. وقال أن المرضى كانوا يتوجهون إلى عريتي وكران لإجراء الفحوصات الطبية لعدم وجود معمل تحليل طبي، وقد حل تركيب المعمل في العيادة من المشكلة. وذكر ازدياد خدمات التطعيم ورعاية الأم والطفولة والولادة في العيادة، وأشار إلى القيام بأنشطة التوعية الصحية حول أهمية حليب الأم ومراجعة الحوامل للمؤسسات الصحية والتطعيم والمباعدة بين الولادة والأمراض المنقولة جنسيا والنظافة الشخصية والبيئية والأغذية المغذية. وأعرب السكان عن الارتياح لحل مشكلة خدمات المختبرات ويحصلون على الخدمات الصحية عن قرب. تقدم عيادة هبر السعادة الخدمات لسكان إدارات ضواحي هبر السعادة وهبر السليم ومزرات. تورع الإريتريون المقيمون في بريطانيا بحوالي 31,000 جنيه استرليني لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في لندن بمبلغ 17,537 ومدينة كارديف ونيوريت ب300 و230 ومدينة مانشستر ب3,000 ومدينة برينغهام 2,290 ومدينة ليفربول 2,000 جنيه ومدينة ليدس 1,355 ومدينة شيفيلد 677 ومدينة كوفنتري 500 جنيه وفق وفادت المعلومات الواردة من هناك أن التبرع يأتي ضمن التبرعات المقدمة باستمرار لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلاح البحرية بدأ تدريبات مخطط لها تشمل معظم الأسطول البحرية الروسية في المحيطين والقطبي الشمالي والهادي وبحر البلطيق وغزوين وفق رويترز. ويرى معظم المحللين العسكريين أن روسيا تمتلك ثالث أقوى بحرية في العالم بعد البحريتين الأمريكية والصينية، وتمتلك أسطولا كبيرا من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بالصواريخ البلاستية. وقالت الوزارة أن التدريبات الروسية التي تشمل 20,000 فرد و300 سفينة ستختبر جاهزية البحرية وقدرتها على جميع المستويات. وأضافت أن التدريبات ستشمل أكثر من 300 تدريب قتالي، من بينها تدريب على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والمدفعية والأسلحة المضادة للقواصات. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من أنه في حال نشرها صواريخ طويلة المدى في ألمانيا فإن روسيا ستضع صواريخ مماثلة في مواقع يسهل منها قصف القرب. في خطوة لم تقدم عليها برلين منذ 35 عاما، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني للشكوى من عملية قرصنة استهدفت مقر حكومي ألماني قبل 3 سنوات تبين أن بكين تقف خلفها. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن تحليلا معمقا للعملية القرصنة التي استهدفت المكتب الحكومي أكد مسؤولية جهات مرتبطة بالدولة في الصين. وأضاف المتحدث الألماني أن برلين تدين عملية القرصنة بأشد العبارات وتدعو بكين إلى الكف عن أعمال كهذه في المستقبل. ويوفر المكتب التابع لوزارة الداخلية والواقع في مدينة فرانكفورت بيانات جغرافية حول البنى التحتية الأساسية في ألمانيا مثل الطاقة والمياه والنقل. وعلقت وزيرة الداخلية الألمانية على عملية القرصنة بتأكيدها أن الداخلية اتخذ خطوات إضافية لزيادة الحماية لمراكزها بشكل كبير.
وقالت أن عملية القرصنة تظهر مدى خطورة عملية القرصنة والتجسس الصينية على ألمانيا. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا بحجم تجاري يزيد على 250 مليار يورو في العام 2023 وفق أرقام رسمية، بزيادة تفوق 15% عن التبادل التجاري في العام الذي سبق. أكد مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس أن أوكرانيا تلقت أولى الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التي سعت إليها منذ شهور للتصدي لهجوم الصواريخ الروسية. وتطالب أوكرانيا حلفائها الغربيين بشراء طائرات F-16 لأوكرانيا منذ أشهر، قائلة أن هنالك حاجة ماسة إليها للتصدي للهجمات الصاروخية التي تطلقها روسيا ضدها. وقال الكرملين أن القوات الروسية مستعدة لإسقاط الدفعة الأولى من طائرات F-16 الأوكرانية، وأن الأسلحة لن تكون علاجا سحريا لجيش كييف. وأكد مسؤولون من ليتوانيا والولايات المتحدة أن أوكرانيا تلقت الطلبية الأولى من الطائرات التي طال انتظارها والمزودة بمدفع عيار 20 ملم ويمكنها نقل القنابل والصواريخ والقذائف. أدى هطول أمطار غزيرة على أجزاء مختلفة في شمال الهند بحياة 11 شخصا على الأقل، بينما فقد أكثر من 250 شخصا في منطقة جبال الهيمالايا، منهم زوال تقطعت بهم السبل. وسجلت إدارة الإرصاد الجوية الهندية هطول 183 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية في دار مشال، وهو مزار سياحي شهير بولاية هيماشال بارديش. وأفاد رئيس الحكومة الولاية أن أكثر من 50 شخصا في إعداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة على عاصمة الولاية شمالا والمناطق المحيطة بها، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة. وباقت الأمطار الغزيرة سكان في نيودلهي، إذا سجلت دائرة الإرصاد الجوية الهندية هطول 147 ملم من مياه الأمطار في الأجزاء الشرقية من نيودلهي وضواحيها. تذكير بالعناوين مرة أخرى. اختتام مهرجان الإريتريين في اسكندنافيا. شرطة جندع تلتقي السائقين للحد من الحوادث المرورية. أعمال مرضية بحملة الطلاب التنموية. البحرية الروسية تبدأ تدريبات كبرى. ألمانيا تستدعي السفير الصيني لأول مرة منذ 35 عاما. أوكرانيا تتسلم أولى طائرات F-16 المقاتلة لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.